مفيش حاجة أجمل من امتلاكك من حيوان أليف. الموضوع ليه فوائد كتيرة زي إنه بيقلل شعورك بالوحدة، هو بيحسسك إنك ليك صاحب كده يونسك لو أنت قاعد لوحدك، وبالذات كمان لو كان الحيوان الأليف ده واحد من أوفى وأجمل وأرقى الكائنات الحية في تاريخ البشرية، وهو الكلب. الكائن اللي طول عمره بنعتبره صديق وفي للإنسان. ومش بس كده، ده ليه مواقف كتيرة جدا جدا قدر إنه فيها ينقذ حياة أصحابه، زي مثلا في الفيديو اللي قدامنا ده كلب من فصيلة جيرمان شيبرد قدر إنه ينقذ حياة صاحبه اللي هو الطفل الجميل ده بعد ما كلب الجيران فك وجاي يجري على الطفل ده عشان يعضه. ولولا وجود الكلب ده ساعتها كان زمان الطفل ده ميت بلا شك. اما بالنسبه للوفاء يعني فحدث ولا حرج. عندك مثلا الكلب الهاسكي الجميل ده اللي رافض يمشي من على قبر صاحبه وبيعمل بيهيفير شبه العياط عندنا كده كتعبير عن الحزن على فقدان صاحبه. وعلى الرغم من كل المواقف الجميله اللي انا لسه قايلها لك دي، الا انه للاسف في ناس بتهمل في الكلاب اللي بتمتلكها، وخاصه بتهمل في التطعيمات، معتمدين على حجه ان الكلب كويس اهو ومش ظاهر عليه اي اعراض. وخلي بالك عامة الموضوع ده خطير جدا جدا، لأن في لقاح معين كده لو أنت أهملته أنت حرفيا بتسلم الكلب بتاعك لواحد من أغرب وأخطر الفيروسات الموجودة على كوكب الأرض، فيروس السعار او الريبيس فيروس. ايه ده؟ دقيقه واحده، انا نسيت اعرفك بنفسي. انا محمد عماد الدين، طالب في كليه الطب البيطري في الفرقه الرابعه جامعه القاهره، وده الفيديو اللي انا مقدم بيه في مسابقه تقديم افضل محتوى علمي المقامه عندنا في الكليه. انا بطول عليك اكتر من كده، يلا بينا. انا بحب الحيوانات الاليفه جدا جدا، وبحب بالذات الكلاب، فشيء منطقي ان اختياري للموضوع اللي انا هتكلم عنه في الفيديو ده يكون ريليتد بالمواضيع دي. عشان كده انا النهارده اخترت مرض السعار او الريبيس، وتعال نشوف يلا هنتكلم عن ايه في الريبيس. خلينا بس قبل ما نبتدي اي كلام نادي اخواتنا الفلسطينيين ربنا ينصرهم ويثبتهم ان شاء الله باذن الله في حربهم مع الخنازير، وان ربنا يرحم موتاهم وشهدائهم اللي وصل عددهم لاكثر من 7000 شهيد. فيعني قبل ما نبتدي اي حاجه يا ريت بس ندعي لاخواتنا. احنا قاعدين هنا وبنتفرج على فيديوهات من نفسيتنا بنقول مش قادرين وعندنا احتراق ذاتي ومش عارف ايه، بالك بقى الناس اللي هناك اللي هم عايشين في الحدث ده كل يوم والموضوع ده محاوطهم من كل ناحيه حرفيا. فيعني يا ريت بس قبل ما نبتدي الفيديو بتاعنا ندعي لهم بس ان ربنا ينصرهم ان شاء الله باذن الله، والازمه دي ان شاء الله تعدي على خير. في واحد من اهم الاسئله اللي انت ممكن تكون سالتها لنفسك وهو يعني ايه فيروس؟ والحقيقه ان على الرغم ان السؤال ده ممكن يبان تافه او ممكن يبان ان هو عادي جدا، الا انه مهم جدا واجابته معقده جدا جدا. الطب عامه بيوصف الفيروس انه مش كائن حي وفي نفس الوقت برضه هو مش ميت. انا عارف ان انت مش فاهم حاجه بس خليني اوضح لك اكتر. الطب بيقول ان الفيروس طول ما هو موجود في الطبيعه ما بيعملش اي نوع من انواع المالتيبليكيشن. يعني الفيروس طول ما هو موجود في الطبيعه ما بيعملش اي خطوه من خطوه او اي ستيج من الستيج بتاعت المالتيبليكيشن بتاعته. فهو اذا ما ينفعش نوصفه انه كائن حي، ولكن برضه ما ينفعش نوصفه بانه كائن ميت، لان اول ما يتحط في هوست مناسب او في نسيج مناسب او في خلايا مناسبه يبتدي الفيروس يعمل مالتيبليكيشن سايكلز بتاعته عادي جدا او مالتيبليكيشن سايكل بتاعته عادي جدا ولا كان اي حاجه حصلت. فعشان كده ما ينفعش نوصف الفيروس بانه كائن حي وما ينفعش برضه نوصفه بانه كائن ميت. صار اول حد اكتشفه هو طبيب مشهور جدا جدا اسمه لويس باستور، وانت بتشبه ده لويس باستور اللي اخترع البسطره، ده اللي تقريبا اخترع علم المناعه. ولويس باستور كان قاعد هو شويه مع صحابه كده وعملوا ورقه بحثيه سنه 1881 بتعد دي اول ورقه بحثيه يتذكر فيها اسم السعار. وفي التطور العلاجي للسعار فلويس باستور قدر من عام 1825 لعام 1826 انه يعالج اكثر من 350 مصاب بمرض السعار، على الرغم من ان المرض ده كان حديث يعني ما كانش بقاله حتى 7 سنين، الا انه قدر يعالج في سنه واحده بس اكثر من 350 مصاب بالسعار. الفيروس ده عامه المسبب ليه هو مرض ليه نفس الاسم اسمه الريبيس فيروس. كلمة ريبيس مشتقة من كلمة لاتينية بمعنى الريج أو الغضب أو العصبية الشديدة. الفيروس ده هو من عيلة الرابدوفيريدي، والرابدوفيريدي دي هي عيلة من الفيروسات معروفة إنها بتحب تطول شوية جوه جسم الهوست يعني. ولو أنت فاكر إن السعار ده مرض مش منتشر أو مرض مش خطير، فخلينا نقول لك إن في أكثر من 70,000 إنسان سنويا بيفقدوا حياتهم بسبب السعار. نيجي بقى لأهم نقطة وهي علاقة الفيروس مع الحيوانات. معلومة للأسف مغلوطة عند معظم الناس وهي إن السعار بيجي بس للكلاب، ودي للأسف معلومة مش صح، لأن السعار بيجي لأي ورم بلادد أنيمال، ولكن هو مرتبط أكتر بالكلاب بسبب إن هو بيعمل بيهيفير عند الكلاب بيبقى ليه علاقه بالعض اكتر، او انه بيخلي الكلاب حرفيا تمشي تعض في اي حاجه قدامها، وده هنتكلم عنه قدام شويه. ولكن عامه انا بس قلت اقول لك ان الريبيس مرتبط بالكلاب عشان لما بيجي الريبيس ده جوه الكلاب بيعمل لهم حاله اللي هي ان هو بيمشوا يعضوا في اي حاجه حرفيا. طيب هو ازاي اصلا لو كلب عض انسان بينقل له المرض؟ يعني ايه اللي بيكون موجود جوه اللعاب في الوقت ده يخلي الانتقال للمرض عن طريق اللعاب او عن طريق العضه؟ بمنتهى البساطه عشان نعرف نجاوب على السؤال ده لازم نعرف الفيروس بيمشي ازاي جوه الجسم. اول حاجه الفيروس اول ما بيوصل او اول ما بيخش جوه الجسم بيوصل للسنترال نيرفس سيستم او المسمى بالسي ان اس، كده بيبتدي يعمل الريبليكيشن او المالتيبليكيشن الجميل بتاعه جوه السي ان اس. اول ما يحس انه وصل لعدد كافي بيبتدي يعمل شيدنج للاعداد الكبيره دي فين؟ في السليفري جلاند. يعني اذا الحاجه اللي موجوده في اللعاب اللي اصلا بتسبب السعار للانسان او لاي حيوان تاني هو الفيروس ده حرفيا. فعشان كده لو كلب عض انسان وعوره باسنانه فاللعاب بتاع الكلب ده هيخش جوه التعويره اللي الانسان ده تعورها، يعني بمعنى اصح فيروس الريبيز هيخش جوه جسم الانسان وبكده تحصل العدوى. سؤالين مهمين. اول سؤال، هل يا ترى لو انا اللي قدامي ده كلب سعار وعضني بنسبه 100% هيجي لي سعار؟ النقطه دي فيها فضل من ربنا شويه، انه لا مش بنسبه 100% هيجي لك سعار، ان الحمد لله نسبه الشيدنج او عمليه الشيدنج بتاعه الفيروس جوه السليفري جلاندز بتكون متقطعه، يعني بتكون انترميتنت،
يعني يوم مثلا بيحصل شيدنج ويوم لا. ممكن انت يكون الكلب ده عضك في يوم او في مرحله ما كانش حاصل فيها شيدنج للفيروس، فالسلايفا بتاعت الكلب ما يبقاش فيها اي فيروس فما يحصلكش حاجه. تاني سؤال، هل يا ترى اول ما الحيوان او الانسان بيتعض هتظهر عليه اعراض الريبيز على طول؟ لا طبعا، في فتره اسمها الانكيوبيشن بيريد. فتره الانكيوبيشن بيريد دي بتختلف من فصيله لفصيله، وبتختلف كمان على حسب مكان بعد العضه او بعد او قرب العضه من الدماغ او من السي ان اس. على سبيل المثال في كلاب بيظهر عليها الاعراض كامله بعد 14 يوم، وفي كلاب بيظهر عليها الاعراض بعد 90 يوم، والفتره الانكيوبيشن بيريد دي ممكن توصل لغايه 6 شهور على فكره. ده كل ده عادي جدا، فمش اول ما الحيوان يتعض او مش اول ما الانسان يتعض هتبتدي تظهر عليه الاعراض، لا، على حسب بعد مكان العضه من الدماغ وعلى حسب الفصيله برضه. للاسف اول ما الفيروس ده يوصل للسي ان اس وبتبتدي تظهر الاعراض ما بيبقاش فيه اي مفر من الموت، وكده كده الحيوان او الانسان ده للاسف هيموت طالما الفيروس وصل للسي ان اس وبدات تظهر عليه الاعراض. ايه هي اعراض الريبيز؟ طيب خطوره الفيروس ده في ان بيبقى فيه مرحلتين، اول مرحله اسمها الدم فورم، ثاني مرحله اسمها الفيوريوس فورم. ومرحله الدم فورم دي الحيوان بيكون اهدى عن الطبيعي بشكل ملحوظ، يعني الحيوان بيكون هادي جدا جدا، ما بيعملش اي حاجه، ما فيش فيه اي مشكله، ولكن هو عنده سعار، يعني هو اصلا في مرحله من ضمن مراحل السعار. بعد كده تاني مرحله بيبقى اسمها الفيوريوس فورم، ودي اللي بتظهر عليها الاعراض اللي احنا عارفينها، زي انه بيبتدي يعض في اي حاجه قدامه، وانه بيبتدي يبقى سلوكه عنيف جدا جدا، بيبقى اي ستيمولاي بيعصبه او اي حاجه بتحفز، او لو قربت كشاف من عينه، لو عملت اي حركه جنبه بيتعصب جدا جدا. وفي عرض مهم جدا جدا وده اشهر حاجه موجوده في الريبيز اسمها الهيدروفوبيا. طيب الفيروس بيبقى عارف ان هو موجود في السلايفا، وبيبقى عارف برده ان الكلب ده لو شرب ميه فده هيقلل من التتر او من تركيز الفيروس الموجود في السلايفا بنسبه كبيره جدا، فبيبتدي الفيروس ده يعمل حاجه اسمها لارنجيال باراليسيس، وهو انه حرفيا بيشل اللارنكس بتاع الكلب، فالكلب كل ما يجي يشرب الميه تنزل في التراكيه ويبتدي يكح ويتخنق، فبيخاف اصلا من فكره ان هو يشرب ميه تماما. امبليفيكيشن للساوند او للصوت بتاع الكلب، تلاقي الكلب صوته تخين قوي او غريب كده، وده بسبب اللارنجيال باراليسيس اللي الفيروس ده بيعمله للارنكس. دلوقتي الاهم سؤال وهو الانسان يتصرف ازاي لو في كلب عضه في الشارع؟ اولا بنغسل مكان العضه كويس جدا جدا بالماء والصابون. ثانيا مهما كانت التعويره اللي نتجت من العضه دي حجمها كبير او بتخلي الانسان يفقد كميه دم كبيره، فاحنا مش بنخيطها، لان بمنتهى البساطه الفيروس اصلا ضعيف، يعني بره الجسم بيتكسر باشعه الشمس عادي، ففكره ان انا اقفل او اخيط التعويره دي انا كده بحمي الفيروس من انه يتكسر باشعه الشمس، وبكتر من كميه الفيروس اللي موجوده جوه الجسم، فعشان كده مش بنخيط مكان التعويره او مكان الجرح بتاع الكلب. يعني لو الكلب اللي عضنا ده موجود عندنا في البيت بنقفل عليه في مكان ما يقدرش يوصل بيه لاي حد تاني او لاي كائن تاني انه يعضه، ونسيبه 14 يوم بالظبط. 14 يوم دي المفروض ان هو يعني يا هيحصل تطور جامد في الاعراض بتاعته، يا اما مش هيحصل اي حاجه. وبعد ما بنقفل عليه صحيح بنروح ناخد اول 3 جرعات من اللقاح بتاع السعار، واللقاح بتاع السعار عامه هو عباره عن 5 جرعات، 0 و5 و7 و14 و21. 0 ده اليوم الصفر اللي هو يوم العضه، وبعد كده اليوم الخامس والسابع وال14 وال21. وكده اكون خلصت كل اللي كنت عاوز اقوله. اتمنى الفيديو بتاعي يكون اولا عجبكم، ثانيا تكونوا استفدتوا منه، وشكرا لكم جدا. كان معاكم محمد عماد، طالب في الفرقه الرابعه في كليه الطب البيطري جامعه القاهره. شكرا لكم جدا، والسلام عليكم.